This is my gift. My curse. Who am I? I'm Spider-Man. حبيب قلبي عامل ايه؟ بعد ما الاربع اعلانات التشويقيه لفيلم افنجرز دومسداي نزلوا رسميا 3 منهم على اليوتيوب والرابع اتعرض في السينمات، لازم نتكلم عن تسريب القصه اللي منتشر من الويك اند اللي فات، واللي داخل فيه تفاصيل كتير جدا عن فيلم افنجرز دومسداي، من اول مشهد في الفيلم لحد اللي بيحصل مع الشخصيات الاساسيه والفرق المختلفه، وطبعا الخط الدرامي العام للفيلم كله. التسريب يا حبي مكتوب نصا، ولو لسه ما سمعتوش قبل كده ما تقلقش، لان حسوبك هيقول لك على اللي فيها، وطبعا هنضيف توضيحات بسيطه او سياق منطقي على قد ما نقدر بناء على اللي احنا عارفينه اصلا عن افنجرز دومسداي، وبعديها نعمل تحليل خفيف كده في الاخر. وطبعا بحذرك عشان احتمال كبير يكون في حرق للاحداث، لان النهارده هنفصل احدث تسريب لقصه افنجرز دومسداي. فسمي الله في قلبك كده وما تنساش ركع كلمتين والسبسكرايب الجميل وعيرني انتباهك. اول حاجه تحذير الحرق المعتاد، اي حاجه ما طلعتش بشكل رسمي من مارفل خدها دايما بحذر، وما تصدقش كل حاجه، بس خد في عين الاعتبار ان في نفس الوقت قبل كده شفنا تسريبات مجهولة المصدر ولفت السوشيال ميديا وبعدها طلع جزء كبير منها حقيقي او على الاقل في معلومات صح. ففي الاخر القرار قرارك، لو حابب تدخل الفيلم من غير ما تعرف اي حاجه، او لو النوع ده من التسريبات ممكن يبوظ عليك التجربه، ده الوقت المناسب اللي تسيب فيه الفيديو. انما لو انت لسه هنا يبقى يلا نعمل ديب دايف في البراند نيو تسريب ده. التسريب بيبدأ وبيقول نصا ان الفيلم هيبدأ بسبايدر مان توبي ماجواير، وان الاوبننج سين هيكون اننا بنشوف سبايدر مان وهو بيفقد العالم بتاعه، وهيكون في انكرجن او تصادم هيشهده سبايدر مان، السما بتتشقق، الواقع بيتغير، وفي اخر ثانية بوابة بتفتح وتسحب سبايدر مان توبي ماجواير جوه المالتيفيرس، والمشهد هيكون من غير مزيكا هيرويك، من غير شعور انتصار، وكل اللي المشاهد هيحسه هو الخسارة وبس. ومن هنا بتبدأ لعبة دكتور دوم الكبيرة. التسريب بيكمل وبيقول ان دوم هيقضي على كونسل اوف دوم. نقف هنا بقى وركز معايا، لو الكلام ده حصل هتبقى حركه ذكيه قوي من صناع العمل يا حبي. ليه بقى؟ لاحظ معايا اني فهمتك قبل كده ان بناء عن الافلام المؤخره وتصريحات مخرجين الافلام عرفنا ان في كذا نسخه لدكتور دوم في المالتيفيرس، وتم التلميح عنهم، زي نسخه دكتور دوم اللي في كون مون نايت، ونسخه دوم في كون 838 بتاع الإلوميناتي، ونسخه دوم في كون 828 بتاع الفانتاستيك فور. وفي اعتقادي ان دوم اللي هيتقدم ده المفروض انه يبقى واحد من الاكوان دي، وانا ميال انه هيبقى من كون الفانتاستيك فور. التسريب بيكمل وبيقول ان بعد ما دوم هيخلص على كونسل اوف دوم هيدخل عالم الام سي يو اللي هو كون 616، وهيستغل ان شكله شبه توني ستارك عشان يقدر يسيطر ويستغل باقي الهيروز. دوم كمان هيعيد واندا ماكسيموف للحياه تاني عن طريق فرانكلين ريتشاردز، وبيوعد واندا ان هي هتشوف اولادها تاني من جديد، وهتعيش معاهم كمان في كون الباتر وورلد اللي هيعمله. طبعا الكلام ده انا كنت قايله لك من فتره، وساعتها قلت لك ان دوم هيلعب بشكل كبير على فكره الامل، وده اكيد اللي هيخلي واندا تبقى معاه للنهايه. التسريب بعد كده بيقول ان 3 عوالم بس هيفضلوا موجودين، عالم الام سي يو المعروف ب 616، عالم الفانتاستيك فور المعروف ب 828، وعالم 1005 المعروف بعالم فوكس. لينا واقفه هنا بقى، هل معنى كده يا حبي ان باقي الاكوان اتدمرت اصلا؟ يعني كون توبي ماجواير بالسلامه كده بح، وكون بليد باي باي، وكون جوست رايدر بخ كده؟ دي كده اول نقطه. تاني نقطه، التسريب بيقول لك كون 1005 اللي هو كون فوكس. احب اقول لك يا حبي ان كون 1005 ده هو كون ديدبول، ومش كون الاكس من اللي شفناهم في الاعلان. الكون اللي احنا شفناه في الاعلان هو كون 1225، وده بناء عن مارفل فاندوم. هو مارفل فاندوم مش حاجه رسميه، بس ده المتاح حاليا. تيجي تقول لي لا يا عم كون ديدبول هو كون الاكس من اللي هيتقدمه، اقول لك لا، ركز معايا بقى يا صديقي عشان الكلام اللي جاي لو فهمته من اول مره تبقى سندال يا صاحبي. بص بقى، هي البلوت بتاعت فيلم ديدبول 3 كانت ايه كده؟ فكرني. ديدبول التي في اي جابته عشان توديه كون 616 قبل ما ينهوا العالم بتاعه. هو في الحقيقه مش التي في اي، هو واحد شغال في التي في اي اسمه بارادوكس، وفهم ديدبول هو ليه عايز يسرع من انهاء الكون بتاعه اللي كده كده هينتهي لا محاله، وقال له ان بعد موت الانكر بينج بتاع الكون ده خلاص كده الكون ده محكوم عليه بالفناء حتى لو بعد سنين كتير. ودي كانت اول مره يتذكر فيها مصطلح الانكر بينج في الام سي يو، واللي احنا فهمناه لحد دلوقتي ان كل كون في شخص معين بيبقى هو الانكر بينج للكون ده، ولو الانكر بينج ده مات فالكون ده بيبقى محكوم عليه بالفناء حتى لو بعد سنين كتير. فديدبول بيساله طب هو مين الانكر بينج الخاص بالكون بتاعي؟
فبارادوكس قال له لوجان. ومن هنا يا حبي اقدر اقول لك ان كون لوجان باحداثه بتفاصيله بتشارلز اكزيفير اللي كان موجود فيه ومات هو من ضمن عالم ديدبول. اما بقى لو انت لسه مصمم ان الاكس مين بتوع الاعلام برضو من كون ديدبول وقلت لي عادي يا عم ما احداث فيلم لوجان بتدور في 2029 فيجوز احداث دومز داي تبقى قبل التاريخ ده، فبالتالي يبقى تشارلز اكزيفير وولفرين لوجان لسه ما ماتوش وموجودين ويعتبروا من كون ديدبول بس في الماضي. احب اقول لك حلوه عجباني دماغك، بس احب اقول لك ان على كلامك يبقى احنا لازم نشوف 2 هيو جاكمان وولفرين في دومز داي، واحد اللي جابه ديدبول عشان يبقى الانكر بينج بتاع الكون بتاعه، وواحد اللي هو لوجان قبل ما يموت بكام سنه. وبكده يبقى تشارلز اكزيفير ده هو ده. لحد هنا وجميل وحلينا المشكله، بس لسه في مشكله تانية وتالتة. المشكله التانية انك لازم تقول لي ان احداث ديدبول 3 لازم تكون حصلت بعد 2029 لان لو قبليه مش هينفع. اما المشكله التالتة، ايه رايك يا حبي في المشهد ده؟ المشهد ده يا حبي من فيلم ديدبول، وزي ما انت شايف كده احنا شايفين الاكس مين بس الفيرست كلاس مش الناس بتوعنا. فمشهد زي ده قادر يدمر اي نظريه ممكن تتقال. وتهيألي كتاب الفيلم لازم يخلوا كون ديدبول اللي هو 1005 غير الكون بتاع الاكس مين، والا هيحصل زي ما حصل الدقيقه اللي فاتت دي اللي لو فهمتها من اول مره تبقى راجل مارفلاوي اصيل يا ريس. نرجع لتسريبنا بقى. دوم بيبعت الدوم بوتس عشان تهاجم مدرسه الاكس مين او الاكس مانشن، وبيحاول يلفق التهمه للافنجرز، وبيوعد ماجنيتو بوطن للميوتنت على الباتل وورلد، وبيكسب ثقه البروفيسور اكس، وده بيقودنا للافنجرز فيرسس اكس مين سنشري ضد البروفيسور اكس. البروفيسور اكس بينتصر ودوم بيسرق جهاز سيريبرو وفرانكلين بيعمل له تليبورت ويهربه. التسريب كمان بيكمل وبيقول ان دوم هيتعقب لوكي وهيوصل للتي في اي، واثناء ما لوكي بيسيب التي في اي عشان يروح يتكلم مع ستيف روجرز دوم بيغزو التي في اي وبيفنش كل اللي فيها وبيدمر المنظمه بالكامل. بعدها دوم بيهزم فريق افنجرز متعدد الاكوان اللي هيكون بيضم ديدبول، وولفرين، جامبت، اكس 23، سبايدر مان توبي ماجواير، سبايدر مان اندرو جارفيلد، بروفيسور اكس، ماجنيتو، والكل بيخسر يا ريس. طيب اول تعليق لينا هنا بقى، من بين كل تسريبات القصه اللي شفناها السنه اللي فاتت ده اكتر واحد عجبني، وكمان حاسس ان هو اكترهم اختصارا ومنطقي. تسريبات كتير قبل كده كانت باينه ان هي مجرد شائعات وتسريبات قديمه ومتلزقه في بعض وشكرا كده. لاحظ معايا اني مش بتكلم عن التسريبات اللي انا كنت قايلها لك، لان كل التسريبات اللي انا قلتها لك هي بتبقى ميك سنس وتحترم تفكيرك وتحترمك كمارفل فان. حسوبك مش بيقول لك الا الجامد والرايق بس، اما فكره ان احط لك كل اللي موجود على الترابيزه وانت تنقي، لا مفيش الكلام ده. اللي موجود هنا هو اني اجيب لك اللي يليق بيك تسمعه وتحسه حقيقي، وبنسبه كبيره بيحصل. لاحظ معايا ان اول واحد قلت لك ان سو ستورم هتموت وان فرانكلين هيصحيها تاني، وفعلا يا صاحبي دخلنا الفيلم كلنا وشفنا الكلام ده وهو بيحصل. الفكره بس يا حبي اللي عايز اوصلها لك اني بتكلم عن تسريبات تانية مش تسريباتي انا، ودي بتبقى تسريبات كتير بتنتشر اونلاين وبتبقى اي كلام، فبالتالي مش بطلع اكلمك فيها. وهنا انا بتكلم فعلا عن تسريبات اونلاين على المواقع مش قنوات، واخد لي بالك انت؟ المهم يا كبير ان من التسريب ده حسيت ان واضح كده ان في خطه، ودكتور دوم شكله كده بيلعب على فكره انه يحرك الكل حواليه، ومش بالقوه بس بالتخفيل. كمان منطقي جدا ان دكتور دوم يهتم بسيريبرو، دي اشاعه سمعناها كذا مره ومنطقيه جدا، خصوصا لو دوم بيدور على اطفال ابطال مهمين او شخصيات محوريه في المالتيفيرس زي الانكر بينجز كده. ولو جهاز سيريبرو قدر يشتغل بين الاكوان ده اكيد هيسرع خطته بشكل كبير. معلومه تانية مهمه، من فتره كده نزل على حسابات رسميه لدوبلير او ممثلين بدلاء تسريبات مؤكده، وبنعرف ان في تصوير حصل عند مدخل اللوم في التي في اي، وكان في دوبلير لثور، وده معناه ان في لحظه ما في الفيلم شخصيات من الافنجرز او على الاقل ثور هتحاول توصل للوكي. ففكره افنجرز يكونوا موجودين في التي في اي ودكتور دوم يواجههم هناك تبقى منطقيه جدا. ممكن يكون سباق للوكي اصلا، او ان لوكي نفسه يكون جمعهم عشان يحموه، وده يفسر ليه لوكي ساب التي في اي وراح لستيف روجرز وما كانش موجود ساعه غزو دوم. والكلام ده كمان ماشي جدا مع الاعلانات التشويقيه اللي شفناها. يمكن لوكي هو اللي حذرهم ان المالتيفيرس على وشك الانهيار، وعشان كده كلهم باين عليهم الاستعداد. لاحظ معايا ان ستيف روجرز واضح انه بيطلع بدله كابتن امريكا من الصندوق ومش بيركنها ومش لابسها بالصدفه، ده بيحضر نفسه للمعركه زيه زي ثور بالظبط وهو بيصلي. وفي الاعلان الثالث واضح ان في تهديد واحد هو اللي هيسحق الاكس مين، اما الاعلان الرابع فبيبان فيه الحزن جدا. وفي الاخر من غير ما نعقد الامور زياده، اختيار ان دكتور دوم يكون بوش توني ستارك مش صدفه، يا اما هيقولوا ان هو مجرد فاريانت زي ما شفنا كده جوني ستورم وستيف روجرز الاثنين بنفس الممثل، يا اما وده الارجح ان هم هيستغلوا ده ضد الشخصيات المرتبطه بتوني ستارك من غير ما يقولوا لنا اصلا هم ليه شبه بعض.
وده الكلام اللي داير حاليا واخر الاخبار، اننا مش هنعرف ليه دكتور دوم شبه توني ستارك الا في سيكريت وورز. وانا بالنسبه لي الحوار ده هيبقى متعب عليا انا شخصيا ان هم يعملوا كده. اكيد مش بعد طول الانتظار ده وينزل الفيلم وندخله وما نعرفش قصه الشبه اللي ما بينهم ده الا لسه بعديها بسنه في سيكريت وورز. فده هيبقى موضوع محبط بالنسبه لي جدا واتمنى انه ما يحصلش. اما بقى موضوع توبي ماجواير انه يبقى في الاوبننج سين واشوفه في العالم بتاعه كمان ويكون بيسوينج كده، فده بالنسبه لي حاجه تفوق الخيال. ويا ريت فعلا يكون توبي في الفيلم اصلا. هي كل التسريبات بتقول ان هو موجود، بس انا برضو مش ههدأ الا لو شفته بنفسي. ومين عارف، تفتكر لو مارفل هتسرب اعلانات تاني غير الاربعه اللي نزلوا ممكن نشوف فيها واحد لتوبي ماجواير؟ انا عن نفسي لو ده حصل احتمال ما صدقش ان ده حقيقي، بس من جوايا عارف انه مش هيحصل، لان لو مكانهم مستحيل احرق كاركتر ايقوني زي ده في اعلان مسرب. انما لو هسرب اعلان ممكن اخليه عن سام ويلسون مثلا ومقابلته مع ساندر بولتس وبقيه الفانتاستيك فور، وممكن اعمل تيزر كمان عن جامبت، ليه لا، وواحد كمان عن لوكي وموبياس، لحد لما هنوصل لمباراه السوبر بول في فبراير، وساعتها هنعرف اذا كان فعلا التريلر الرسمي للفيلم هينزل ولا لا. اما الموضوع الغريب شويه ان قاده فرق الافنجرز حاليا هم باكي وسام، والاتنين علاقتهم بتوني ستارك مش احسن حاجه. هم اتعادوا من السناب قبل تضحيه توني ستارك مباشره، ومفيش وقت كان يسمح ليهم بمصالحه حقيقيه، وده طبعا بعد اللي حصل ما بينهم في احداث سيفل وور. فلو شخص شبه توني ستارك ظهر فجاه اكيد هيشكوا فيه جدا، لكن لو دوم ظهر وستيف روجرز واقف جنبه ساعتها اقناع باكي وسام هيبقى اسهل بكتير، وده يمكن الجزء الناقص في التسريب اللي يخليه كله يركب على بعضه. واشوفك الفيديو الجاي يا ريس. وبس كده عزيزي المستمع، اتمنى اكون فدتك وسليتك شويه. ما تنساش قبل ما تمشي بتقول رايك في الحلقه في الكومنتس وتعمل فولو لحسب انت سامعني منين، ولو انت على اليوتيوب ما تنساش تبقى تعمل سبسكرايب وتفعل جرس التنبيهات عشان يجيلك كل جديد، ولكن كلمتين عشان فعلا بيساعد. كان معاك وريم حسوبه من حسوبه توكس. سلام.